تعرفي احمد السقا؟ اه انا ساكن في السقا اللي فوقيه. احمد سعد اغرب مغني ممكن تسمعه، انتيم جوني ديب وويل سميث، اخواته تشكيله بين الممثل والعالم، بيلبس شبك وحلقان ومش بيهمه كلام الناس وبينتقد نفسه قبل اي حد. بس هل اللي بيظهر قدامنا ده هي دي شخصيته الحقيقيه؟ احمد سعد في ستوري بالعربي. اللي بيبان قدامنا من شخصية أحمد سعد المصايب اللي كل يوم والتاني بيعملها، ده حتى هو نفسه معترف إنه بيعمل مشاكل تخليه ترند طول الوقت. بس الحقيقة إن ورا الشخصية اللي دمرت طحال مراته دي حد مر بحياة مش سهلة. أولها إنه كان أصغر إخواته الولاد، ومش محتاجة أقول إنه كان كل مشاوير البيت عليه زي أي حد صغير، ويوم ما فكر يعترض وما يجيبش حاجة طردوه بالفلوس بره البيت عشان يشتريها ويرجع. وفوق ده كله أحمد كان عارف إنه مش طفل مميز قوي، لأنه ما كانش شاطر في الدراسة وشقي حبتين ثلاثة. ده غير ان المقارنه بينه وبين اخواته اللي اكبر منه كانت صعبه. يعني مثلا اكبر اخ ليه هو عالم ودكتور كبير، وده مش في يوم وليله، لا ده كان كده من وهو صغير في العلم والاخلاق. ومن كتر ما هو شخص مثالي احمد سعد قال عليه ان احترامه يغيظ، وبسبب كده احمد بقى عنده مرض الظهور. وده قاله بنفسه في لقاء ليه، وكان بيقول ان المرض ده عنده من وهو صغير عشان كان بيحاول طول الوقت يثبت نفسه بين عدد اخواته ال8، لدرجه انه ساب البيت وهو عنده 15 سنه عشان يثبت لهم انه ناجح. بس دي كانت حياه احمد سعد الصغير. طب لما كبر ايه اللي حصل؟ احمد اغلب الاخبار اللي اتكتبت عنه اخر كام سنه كلها تقريبا تخص ارتباطاته، واخر 3 اكسات طلعوا وقالوا عليه كل العبر، اللي تقول لك ده اهله بيتحكموا فيه، واللي تقول انه خانها، واللي تقول انها ندمانه انها اتجوزته وعرفته من الاساس. ومش هننسى واقعه الطحال الشهيره مع الفنانه سمية الخشاب. لكن السؤال بقى، هو نفسه شايف احمد سعد ازاي بعد كل ده؟ الغريب في الموضوع ان احمد سعد شخص رغم كل اللي تسمعه ده لما تشوفه في لقاء او فيديو ما تعرفش تكرهه، وتحس انه فنان كوميدي بامتياز، وشايف نفسه شخص دمه خفيف وناجح وبيقيم نفسه فوق ال10/10. وبقى يهزر مع الجمهور في الموضوع ده ويقول لهم انا نسيت اخد دواء النرجسيه بتاعي النهارده. العادي بقى بتاع احمد سعد ان اي ترند بيطلعه مش بيرد عليه، وبيتعامل بهزار كما لو كان مفيش اي حاجه خالص، لحد ما جت المره اللي لبس فيها لبس شبك وحلق في ودانه. وبالنسبه للمجتمع العربي انت كده بتقلد الستات، والكل قلب عليه. وعلى عكس اي شخص مكان احمد المفروض يتضايق من الكلام اللي اتقاله، بس هو فرح وحس ان الجمهور بيعاتبه بجد لانهم شايفينه واحد منهم، عشان كده طلع واعتذر ليهم كلهم، وشاف ان ثقافه الاعتذار في حد ذاتها دي قوه منه. وبيني وبينكم كلمه سر نجاح احمد سعد مؤخرا هي عنصر المفاجاه اللي بيعمله لينا. يعني تلاقيه فجاه منزل صوره من جوه بيته مع جوني ديب، ايوه هو عادي كده، وانه كان عازمه في بيته وبيتكلموا في شغل. يقف هنا ابدا، لازم يكمل ابهار فينا. بعدها بكام شهر نزل صوره من على يخت مع جوني ديب وويل سميث، وقال انهم صحابه. الموضوع كان شبه احلام العصر من كتر ما هو كان غريب. والاغرب بقى انه لحد دلوقتي محدش يعرف ايه نوعيه الشغل دي ولا حتى هينزل امتى، بس عمل ضجه كويسه والكل كان بيتكلم عليه بسبب الصورتين دول. خلينا بقى متفقين انك لو مستغرب كل اللي فات ده فاللي جاي حقيقي اغرب. الناس انواع، يعني في اللي بيخاف من الموت وفي اللي يقول لك ده راحه، لكن احمد سعد يختلف عن الاخرين، وعمل اغنيه ليوم وفاته وقال انا بحب يوم وفاتي وبعشقه، اليوم اللي هتحرر فيه من كل الحاجات اللي ماسكاني، وفي اغنيه انا عاملها رسائل لنفسي عشان تنزل بعد وفاتي. ما تفهمش هو بيتكلم جد ولا بيهزر. وبيني وبينكم رغم كل تصريحات احمد سعد والاسرار اللي في حياته اللي كل ما يطلع منها حاجه الناس تتصدم، فمحدش يقدر ينكر انه فنان مميز سواء بالغنى او الرقص او حتى التمثيل. بس لو هتقعد مره معاه ممكن تنصحه يعمل ايه يهدي من اثاره الجدل بتاعته دي؟